بتحب تسمع الأغاني وتشوف المسلسلات والأفلام اللي بتعبّر عنك وتدخّلك في الmood؟ تعالوا نسمعها ونشوفها بس بشكل تاني، معايا أنا فهيمة أنس في برنامج بشكل تاني على تسعينات FM. بشكل تاني مع فهيمة أنس كل يوم اثنين الساعة 6 على تسعينات اف ام. يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على تسعينات FM، معاكم فهيمة أنس برنامج بشكل تاني. كل سنة وكل الأمة العربية بخير، أضحى مبارك علينا جميعًا يا رب. ويا رب السلام والأمان ينتشر على أرض فلسطين أرض السلام. يا رب يرحم كل شهدائنا يا رب، ويصبر قلوبهم وينصرهم نصر عزيز مقتدر. يا رب. الواحد مش عارف بصراحة يقول ايه في الحاجات اللي بتحصل دلوقتي، بس يعني نتمنى من الله يعني تفائلوا بالخير تجدوه، وان شاء الله تبقى العيد الجاي ان شاء الله يا رب قريبا قريبا بإذن الله كلنا نبقى متوحدين كده بإذن الله، ويبقى ربنا ينصر فلسطين يا رب. أول حاجة كده عايزة النهاردة هنتكلم عن موضوع تعالوا ألعابكم عروستي شوية. أنا دخلت طبعا برتم حزين شوية، أنا أسفة. احنا طبعا العيد فرحة وكده، بس مش عارفين نفصل بصراحة في الأحداث اللي موجودة دي، يعني ربنا يعديها على خير إن شاء الله. النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة ناس بتشوفها هلعبكم لعبة عروستي شوية، ناس بتشوفها عيب وناس بتشوفها ميزة، ناس بتستغلها وناس بتقدرها، ناس بتشوفها خلصت وناس لسه شايفاها موجودة، ناس بتخلط بينها وبين صفات تانية. عرفتوا هي ايه؟ طيب عشان تقدروا تعرفوها هي ايه، وعشان دايما نبقى معاكم، تقدروا تنزلوا الابليكيشن بتاع الإذاعة على راديو تسعينات من على الأبل ستور أو الجوجل بلاي، أو تتواصلوا معانا على رقم 01042 78 94. هنستناكم، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني عشان نعرف ايه هي الحاجة اللي الناس بتشوفها عيب والناس بتشوفها ميزة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وطبعا بنتكلم بقى عن الحاجة اللي الناس شايفاها عيب وناس بتشوفها ميزة، وهي الطيبة. الشخصية الطيبة اللي بتظهر في الأغاني والدراما وفي الحياة تقريبا برضو بقى في سمة عامة كده إن الشخصية الطيبة لازم يحصل فيها كل الحاجات اللي مش ولا بد، يعني تتأذي، هي اللي لازم تستحمل، هي اللي لازم هي كصفة، يعني مش هي كست أو لا. أنا بتكلم على الشخصية الطيبة عموما بصفة عامة، ستات أو رجالة. الطيبة في حد ذاتها حاجة جميلة جدا طبعا، ومن الصفات اللي المفروض كلنا نبقى متحلين بيها يعني. بس بقيت أشوف ناس تقول لما يقوله أنت عيبك إيه، فيقوله أنا العيب بتاعي إن أنا طيب. لا والله، هو أكيد في حاجة غلط، يعني مش معقول إن يبقى الحاجة اللي المفروض ربنا يعني فطرنا عليها تبقى هي دي العيب بتاعنا. اللي هو لما حد يقول لي انت عيبك ايه، فاقول له انا عيبي ان انا طيبة. في فرق كبير جدا بين ان انا ابقى طيب او الافراط في الطيبة، اللي هو بقى حد تاني هتبقى يعني هيبقى واخدك بقى باستباحة، اللي هي هيبقى كمان مش هتبقى طيبة، هتبقى سذاجة. ان يعني انا بقى مش عارف افرق بين السذاجة والطيبة. دي كأن في شعرة كده بينها، وبرضو بين ان انا اتحول لشخص يبقى لمجرد بس ان انا خايف اتأذي او انا اتأذيت فابتدي بقى اتحول يعني. فالنهاردة عندنا النموذج في الدراما اللي هنتكلم عنه، مسلسل تقريبا كلنا يعني من الثوابت والكلاسيكيات بتاع التسعينات كده، تقريبا ما فيش حد مننا ما سمعوش، سواء في وقت عرضه او حتى بعد ما اتعرض تاني، لانه هو بيتعرض كتير جدا. مسلسل ابناء ولكن. مسلسل ابناء ولكن ده طبعا يعني جايبين طول الوقت النموذجين اللي هم الخير والشر، او الطيبة
الحد طيب وحد التاني شرير، اللي هي شخصية نجوى اللي هي فنانة تيسير فهمي، والشخصية دي اللي هي الشريرة، والشخصية الطيبة اللي هي الفنانة هالة فاخر اللي هي شخصية زينب. المفروض ان شخصية زينب طيبة يعني زيادة عن اللزوم، لدرجة ان يعني كأن هي نجوى دي مش شرها شر في المطلق، لان هي لو كانت لقيت حد يوقفها او يقف قصادها، يعني لان برضو في ناس بتخلط بين القوة ان انت تبقى قوي ده يتعارض مع الطيبة. لا خالص، ما بيتعارضوش مع بعضهم خالص. فكرة ان انا ابقى شخصية طيبة بس مش بسيب حقي، او مش يعني فكرة ان انا اخلي حقوقي تبقى مستباحة كده، دي حاجة مش صحية خالص يعني. تيسير فهمي كانت عاملة دور نجوى، وكانت بصراحة يعني من كتر ما هي جسدت شخصية الست الشريرة وجسدتها بطريقة مختلفة. يعني كنا متعودين ان الشخص الشرير بيبقى زي توفيق الدين كده بقى في الافلام القديمة وبتاع، ان هو او يبقوا لازم اللي هو ابو سنة وبشفطورة والحاجات المرعبة شوية دي كمسميات، ان هو لازم يبقى رافع حاجبه، ويبقى بيجز على اسنان، ويبقى مش عارف ايه بتاع حركات من اللي هي تديلك او تحسسك ان بحق ان اللي قدامك ده فعلا شخصية شريرة. لكن تيسير فهمي ما كانتش بتعمل كده خالص، ده بالعكس، ده كانت بتعمل وهي بتقدم شخصية نجوى دي بتقدمها بسلاسة شديدة جدا وبهدوء كده وتخطيط بقى على الهادي يعني. كل ما كانت تبقى حابة تعمل مشكلة أو حابة تأذي حد من الناس اللي حوالين شخصية نادر اللي هو الفنان محمد رياض، لأن هي كمان شرها بصراحة كان شر مبرر يعني إلى حد ما، برغم ان هو طبعا احنا ضد الشر اصلا، بس في المسلسل كانوا هم مبررين التصرفات الشريرة بتاعتها او التصرفات المؤذية بتاعتها بأنها كانت عايزة تنتقم من شخصية نادر. لأن نادر قبل هي ما تتجوزوا كانوا عملوا حادثة، فالحادثة دي تسببت لها في أنها تشيل الرحم، وخلاص هي مش هينفع تبقى أم تاني. وطبعا هي خبت عليه، طلبت من الدكتور أن هو يخب وأن حصل كده أصلا. واتجوزت نادر وابتدت يحصل بقى كل شوية حاطة في دماغها شخصية زينب دي بالذات أكتر، إن هي طول الوقت عمال تأذي فيها، لدرجة إن هي عملت نفسها إن هي حامل، وإن زينب وقعتها من على السلم، فضلت ورا زينب يعني لغاية لما خلت حماها يخرجوها من البيت. الغريب بقى طبعا كل ده عادي لغاية دلوقتي، في شر وخير اهو، حد مستسلم قوي، بس طبعا مش فاهمة كان ليه الاستسلام من شخصية زينب قوي كده. والشر اللي هو المفرط بتاع نجوى، لغاية لما بيبتدي يحصل أحداث كده في المسلسل، الموضوع بيتصاعد شوية لدرجة ان هي بتوصل تخليه ان هو يرفع قضية حجر على باباه عشان ياخد بقى كل حاجة. هي كمان حتى أخوه مات، فكمان مش عايزة طبعا ولاد أخوه يورثوا، ولا عايزة حد ياخد الفلوس غير جوزها، على أساس اللي هي كده كده كانت متحكمة في شخصيته ومسيطرة عليه. وده اللي هو الشر اللي كان مبرر في المسلسل. في بقى شخصية كانت شريرة جدا في المسلسل، وطول المسلسل الجمهور والناس او حتى اللي في المسلسل بيتعاملوا معاها ان هي اكتر شخصية طيبة. هقول لكم عليها، بس هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنت قلت لهم كنا بنتكلم عن الشخصية الطيبة، وليه اصلا الشخصية الطيبة لازم طول الوقت تتأذي، وليه الشخصية الطيبة طول الوقت يبقى بتضحي بس، واللي حواليها لازم بيستغلوها. وده مش بس في الدراما او في الاغاني، لا ده حتى في الحياة العادية. انت كل دلوقتي ما بتفتح موقع ولا حاجة على السوشيال ميديا، بتشوف مشاكل حاصله ايه السبب وراها، يقولك لا ما اصلا انا كنت طيب زياده عن اللزوم، اصلا انا كنت طيب معاهم فعشان كده هم استغلوا طيبتي، وهكذا.
أو كأن اتفرض على الشخصية الطيبة دي إنها لازم تتأذي طول ما هي موجودة في حياتها، وإنها هي بس اللي لازم تضحي، وإنها هي اللي لازم تقدم تنازلات، وده مش صح خالص. الشخصية الطيبة مش شرط خالص إن هي تبقى ضعيفة، لأ لازم يبقى في توازن بين إن أنا أبقى شخصية طيبة تمام، بس في نفس الوقت قوية، لما بسيبش حقي. وده مش معناه إن أنا شريرة بقى، لا، طالما باخد حقي، لأن أنا اكتشفت برضو من الحاجات اللي بنشوفها إن الناس بتعمل حساب للشخصية الشريرة أكتر من الشخصية الطيبة. يعني لو حد أصلا بطبيعته مؤذي، ده هو الناس اللي بتديله حقه. التاني الطيب اللي هو المضمون ده، لا، ما هو موجود خلاص بقى، فمش مهم. يعني عارف اللي هو كأنه كده تحصيل حاصل، ما هو كده كده موجود أصلا. وكنا بنتكلم في المثال على الدراما على شخصية تيسير فهمي اللي هي شخصية نجوى، وهالة فاخر اللي هي زينب في أبناء ولكن. ودول اللي هم كانوا المثالين للنموذج بين الخير والشر اللي كانوا ظاهرين قوي. لكن كان في شخصية تاني، دي كل الناس بتتعامل معاها ان هي الشخصية الخيرة الطيبة، اللي بصراحة انا من وجهة نظري مش شايفاها ولا طيبة ولا اي حاجة خالص. ده يمكن شايفاها شريرة اكتر من شخصية نجوى، لان شخصية نجوى كان عندها دوافع للشر اللي هي تعمله ده. لكن شخصية اللي هفاجئكم بيها دلوقتي، شخصية غريب عبد الهادي اللي هو الفنان محمد السبع، اللي هو الأب بتاع الأسرة دي. الراجل ده بصراحة أنا شايفاه ظالم. يعني أول حاجة هو ظلم شريكه اللي هو والد زينب. كان هما المفروض هما الاتنين عاملين شركة مع بعض، أو كان في شراكة بينهم في الشغل مع بعض. أبو زينب ده ما عندوش أي أولاد تاني غير زينب بس، فكان كاتب كل حاجة، النصيب بتاعه يعني كان كاتبه لزينب دي. وزينب طبعا ما تعرفش، كانت لسه صغيرة. المهم غريب عبد الهادي ده جوز ابنه رشاد اللي هو الكبير، جوز زينب لرشاد اللي هو ابن غريب عبد الهادي. وفي نفس الوقت خلى غريب عبد الهادي بعد شوية حصل، كان أبو زينب تعب، فغريب عبد الهادي استغل مرض الراجل ده، وأول حاجة سحب الفلوس بتاع اللي هو النصيب بتاع غريب نفسه. هو سحب فلوسه وضرب بيها في البورصة، وهو بيضرب في البورصة خسر فلوسه كلها. فاستغل مرض صاحبه استولى بقى على نص التركة اللي هو بتاع أبو زينب بقى. فاستولى عليه هو، وعمل إنه سحب كل الأرصدة اللي في البنوك وحطها باسمه. طبعا صاحبه أو شريكه ده كان عامله توكيل، فهو سحب بيه كل حاجة من غير ما زينب دي تعرف، ولا طبعا هو استغل مرض الراجل. وفي نفس الوقت بعد كل ده خد الفلوس ونسبها لنفسه، وابتدى يشتغل هو عليها تاني على أساس إن كل الأملاك اللي موجودة دي، مع إن هي كده دلوقتي بقى نصيب النصيب الوحيد دلوقتي، أو أصول الثروة اللي فيها غريب عبد الهادي لغاية لما مات، كانت الفلوس بتاعت أبو زينب، لأن غريب نفسه خسر فلوسه. طيب كل ده ويسكت؟ لا، ما سكتش. اول حاجه طول الوقت محسسين زينب انها يعني ان هم عاملين عليها جميله كده، ان هم جوزوها رشاد. دي اول حاجه. بعدها الست طبعا مش مقصره، بتحاول تبقى طيبه، او بس افراط بقى في الطيبه، يعني اللي هو لا عمرها سالت على حقوق. بالنسبه لها هي عايزه بس تبقى قاعده وبتربي اولادها بعد حتى جوزها ما مات. عايزة تربي أولادها في بيت حماها وخلاص، وهي قاعدة معاهم وعايزة تبقى بس من الناس حواليها وخلاص. هو ده كل اللي هي بتتمناه من الدنيا، يعني هي مش عايزة حاجة تانية أكتر من كده. لغاية لما الراجل ده بيحصل ابنه اللي هو الصغير اللي هو نادر اللي هو محمد رياض، اللي هي نجوى بقى مراته، بتأثر عليه ان هو يرفع قضية حجر، عشان الراجل ده كأنه بعد المرض وبعد ما طرد زينب وبعد كان بيبتدي يفوق لنفسه، او اللي هو ايه الحتة اللي هي بتبقى في الاخر دي اللي هو قبل الموت بشوية.
صحوة الضمير بتاعته جات له على أساس بقى إيه هيكتب نص ثروته باسم زينب. فطبعا نجوى شمت خبر عن الموضوع ده، فقالت لك لا بقى ده أنا إيه لازم أهد المعبد على اللي فيه. فراحت حرضت نادر اللي هو جوزها على أساس إن هو يرفع قضية حجر على أبوه. وبعد ما رفع قضية الحجر وهم لسه ماشيين في الإجراءات هيرفعوا القضية، هو طبعا عرف كده طرده من البيت. المهم وبعدها خلاص بقى هو بيموت، ابتدى يطلب أولاده كلهم يبقوا موجودين حواليه، وطلب من زينب إنها تسامحه. وكان مدي الأوراق اللي تثبت بقى حق زينب والكلام ده كله، مديها لابنه التالت، وقال له ما تفتحش الظرف ده غير بعد لما انا اموت. بس انا شايفه يعني، وطبعا ماشي والحق رجع والموضوع ظهر في الاخر والكلام ده كله، بس فكره ان انت تبقى كنت مستبيح حق صاحبك، وان احنا طول الوقت في الدراما مطلعين بس ان هي اللي كانت شريره اللي هي تيسير فهمي اللي هي نجوى، ودي كمان حتى جايبين لها تبرير للشر بتاعها. التاني ده بقى ايه التبرير بتاعه، مع ان ما فيش تبرير اصلا للشر، بس ايه التبرير ان انت تظلم حد او تاخد حق حد كده؟ وكمان هو ما أذى يعني شريكه ده ما قدملوش اي حاجه فيها اذى، او ما عملوش اي حاجه تخليه يبقى عنده الدوافع ان هو يعمل فيه كل ده. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكنا بنتكلم عن الشخصيات الطيبة والشخصيات الشريرة، وليه دايما الدراما أو حتى في الحياة العادية ليه دايما بنصور شخصية الطيب ان هو لازم يتنازل عن حقوقه، وان هو لازم يتأذي، والشرير هو اللي بياخد كل حاجة وبيتعاقب بقى في الآخر أو ما بيتعاقبش، احنا وحظنا يعني. لكن في حاجة عايزة أقولها في النهاية، إن في شخصية كده اللي هو المتعاطف المظلم ده بيتصنف في علم النفس كده إن هو من أخطر الشخصيات بعد الشخصيات النرجسية والشخصيات السامة. الشخصية دي بتتظاهر بقى أو بتتصنع بالطيبة المزيفة، بيزيفوا مشاعرهم ويقدروا بيبقوا بارعين جدا في ان هم يعرفوا يخدعوا الناس اللي قدامهم، في ان هم يبينوا ان هم في منتهى الطيبة، وهم دول اللي هو يعني عارف اللي هو بيحمل وجهين كده، اللي هو انت بيلقي باللوم كمان عليك لما تعمل حاجة، بيسخر من الناس اللي حواليه وبيستهزأ بيهم، وممكن يطلع عليهم شائعات، وفي نفس الوقت بيعمل نفسه ان هو متعاطف معاك وانا جنبك وانا كذا وانا كذا، وساعات اللي هو ويوقع ويعمل حاجات وبمنتهى الطيبة والجمال كده ما شاء الله عليه يعني، لمجرد بس التظاهر ان هو بيعمل نفسه ان هو طيب، بس هو في الاخر شخصية كده بتبقى مظلمة، عامل نفسه يعني اللي هو المتعاطف المظلم بيتقال عليه كده في علم النفس. كنت معاكم فهيمة أنس بشكل تاني على تسعينات FM، مستنياكم الحلقة الجاية.